يسعد صباحكم صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير. بالبداية بدي رحب بكل المتابعين الجداد اللي انضموا لقناتي. بدي أقول لهم نورتوا القناة، وبعرفكم عن حالي. أنا ريهام، سورية وعايشة بأذربيجان. بشارككم طبخاتي اللي بحضرها لعائلتي، روتيناتي، يومياتي، يعني جزء من يومي، التحضيرات اللي بحضرها، المونة. رح تشوفوا يعني هيك فيديوهات منوعة عندي على القناة، إن شاء الله تعجبكم وتكون هيك خفيفة ولطيفة. فيديو اليوم رح يكون فيديو منوع، رح شارككم هيك شوية شغلات حضرتها بالبيت وتجهيزات جهزتها قبل ما أطلع. بما أني معزومة عند رفيقتي فبعمل هيك كم شغلة بأمن عليها بالبيت قبل ما أطلع. بس بالبداية صاحية من الصبح بكير وجهزت قهوتي لأشربها وهيك صحصح. بعدين بلش بالمطبخ. أول شي فت على المطبخ، عندي كمية خيار كبستها مخلل، فاللي حابب يشوف طريقة المخلل أنا ناشرتها قبل، رح أترك لكم رابط بصندوق الوصف. وجبت عرانيس سلقتهم. تخيلوا انه صرنا باخر الصيف، يعني رح ندخل بالخريف ولسه العرانيس موجودة بالسوق ولساها ما شاء الله صفرة وطعمتها كتير طيبة. فسلقت كمية من العرانيس، الأولاد أكلوا قسم منها وهذا اللي زاد منها. الأولاد كتير حابينها، يعني هيك وجبة فطور الصبح، عم يفرطوا العرنوس ويخلطوه مع جبنة دهن، فعم ياكلوها كوجبة فطور. سلقت الباذنجان للمكدوس وجهزته. طبعا فيديو المكدوس بنزل لكم اياه لحاله بفيديو منفصل شرح بالتفصيل، يعني من بدايته لنهايته طريقة عمل المكدوس. وهي الباذنجان بعد ما برد ملحته، وهلا بتركه بس هيك على جنب يطالع ميته، بعدين بصفه بمصافي يعني بكبسه لحتى ينعصر. نحن هلا طالعين لعند رفيقتي. افتحي الباب ميرا. ميرا ما شاء الله كبسة مطر، ما شاء الله ما شاء الله، كبسة أوه. ما شاء الله على المطر. صارت الناس اسمح لها المطرة. احنا وصلنا لعند رفيقتي. ما شاء الله المطر وقفت ونحن جايين، وهلا رجعت كبسة المطر في صوت برق ورعد. شوفوا بيتها هون، في بحيرة اطلع لي على بيتها. انا كنت ساكنة بهي المنطقة وانا حامل بحمودة، يعني ولدت حتى حمودة بهي المنطقة، بعدين انتقلت على المنطقة اللي انا فيها هلا. شوفوا اطلالة بيتها، بيوت كلها شجر، بتحسوا حالكم بغابة، كأنه بغابة أو بستان. من جد إطلالة كتير حلوة. هي كلها بيوت تحت، بيوت قديمة تحت البنايات يعني، بس كلها شجر. شايفين؟ شوفوا يعني هي شوفوا ارتفاع شجرة لوين واصل لعند بيتها. أنا عندي فوبيا من الأماكن العالية، ما فيني أطلع لتحت، يعني رغم إنه هي طابق رابع لكن أنا بخاف. عندي فوبيا من الأماكن العالية، ما فيني أبدا أطلع. هي طابق رابع بس عالي. بتحسوا حالكم بقلب الشام. لساتها أجواء رمضان عندها بالبيت. Я за этим бойцом почти третий раз. بتشهي والله، الريحة لبرا بتشهي. الأولاد عم يلعبوا بلاي ستيشن. نحن لما وصلنا الروايح لبرا بتشهي.
يسلم ايديكي يا رب. ما شاء الله تبارك الله، كانت محضرت لنا سفرة أكلات بتشهي، عن جد بتشهي. يعني من لما وصلنا لعندها روايح الأكل لبرا، يسلم إيديها يا رب. أنا كنت عاملة يلنجي باذنجان وورق عنب أخذته معي، وعاملة هي صينية دجاج وبطاطا بالفرن ورز ببازاليا على وجهه لحمة. عن جد الأكل كان كتير طيب. بس خليه تتسكري الباب. انا عم زعل عليه هذا اللي خليه مو فارقه ومش معاني. بس خلي الباب مفتوح ما لا بس عشان يزعلوا ونخلصهم. يعني شو نسوي؟ والله ما بعرف. أمان هذا مش الحق، كان خايف أول شيء أمان، بس عملي احنا قاعدين جنب بعض. ما بعرف وينه. هي شذا جايبه قطه معها. اول شيء كيف كانوا ينوموا على بعض، صوتهم بخوف. اول شيء كثير على بعض هيك شو بيرجعوا بيرجعوا بيتذكروا بعض. بس هلا ليكي قاعدين ما احلاهم. خلص والفوا على بعض. بس هذيك كاتي طول الوقت عم كاتي ضربته ليو. هي ضربته. بلشت تضربها وهو يضربها، هيك بلشوا يتقاتلوا. بعدين كاتي هيك هرب ليو ما ضربها. لا ليلى ضربها. لا بس ما ضربتها. والله قد ابوه بالحجم صاير. ليو صاير قد ابوه بالحجم. بس هو لسه شوفي هذا عمره سنة، هذا عمره 3 سنين. هو لسه ايه بس قد بعض تقريبا بالحجم. رفيقتنا ما بتشرب القهوة، يعني حتى ما عندها قهوة بالبيت. فأنا وشذا بنشرب القهوة، جبنا معنا القهوة وغليناها واستخدمنا لها هدول الفناجين، هن هدية من والدتها الله يرحمها يا رب ويجعل مأواها الجنة. فشربنا فيهم القهوة كتير حلوين الفناجين، هيك طقم مع صينيتهم فناجين تركية. بعدين قعدنا وأكلنا كيك كمان، محضرت لنا كيك بشهي ما شاء الله. الكيك بيطلع من تحت إيديها شغلة. فهمني لحتى أفهم عليك. هسه عم قطع كيك عيد ميلادي. عم يروح، هو الخوف يوقع هلا. احلى بدك كثير. تلعب لتحت. قطعي زغري القطعة. لا ما هي مش شخانة هدول كلهم أنا برأيي بلا صحون هلا أحطي لهم كل واحد قطعته بمحرمة. ايه بالناقص جلي. وقاعدين هون. لا في جلاي. برمي شوي. بتعرفوا المرة الماضية هيك عملت؟ طفيتها أنا خلص. المرة الماضية فوتهم كلهم على المطبخ، حطيت لهم الصحن. إيه وخلص إيه. حطيت لهم. إيه والله هلا هيك بس إيه. مسحت الطاولة بدال ما أجري كل الصحن. إيه وخلص هلا هيك. تحت بس يطلع ياخذوني ينزلوا تحت يحذروا تحت. هون بس تحت هون منيح ما بيأثر. اليوم يلا. ما فيش تاكل انت؟ طيب وبارد كثير طيب. سلمي ضل ايديكي. بالبراد سحبت معنا طلعتهم مشان الاكل كان طلع ايه بارد هيك طيب. ليو انت ما جعان؟ يلا تخلص اكل انت. يعطيه صحن الاكل ياكل. تعالي. طبعا صايرين أنا ورفقاتي كل ما بنجتمع الكان بالجنينة أو بالبيوت بنقعد بنلعب ورق. كتير حلوة وبتسلي لعبة الورق. يعني أنا كان إلي زمان سنين، يعني فوق 10 سنين مو لعبانة ورق، فمعهم رجعت ألعب. خلصت زيارتي عند رفيقتي، كانت قاعدة كتير حلوة، انبسطنا وغيرنا جو ورجعت على البيت. كمان رجعت غليت قهوة. هذا الكيك من عند جارتي عملت كيك وخبرتني، قالت لي تعالي خلي إلك وللأولاد. والله دقته عندها بالبيت قبل ما أطلع، كتير طعمته طيبة. يسلم إيديها يا رب. قلت لها أعطيني الطريقة، أعطيني الوصفة مشان أعمل لكم إياها. عن جد طعمته كتير طيبة. قبل ما اروح لعند رفيقتي خبرتني جارتي انه عامله كيك، وقالت لي شايلت لك حصتك الك وللاولاد. جارتي اذربيجانيه، فرحت جبت الكيك من عندها. وبعد ما رجعت مثل ما شفتوا عملت القهوه وقعدت اشرب قهوه والكيك. هلا بتقولوا قد ايه بتشرب قهوه؟ انا بحس حالي كل ما بدي اقعد هيك يعني قعده رواق لازم احضر فنجان قهوه.
فبحب القهوة كتير. وهيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وحبيتوه. ما تنسوني من اللايك، وما تنسوا تدعموا القناة بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة لما بنزلها. شكرا كتير لمتابعتكم.